ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتضغطي على كلمه الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه. والنهارده بقى روتين بسرعه كده. قمت مسحت الشقه وغيرت الفرش ونقلت الحاجه تاني وشلت الكفر وغيرت السجاد وحطيت المفارش وغسلت السجاد وهرجع احطه تاني وشغلانه يعني. وهنا كده وانا بمسح الاوضه، وطبعا كنت وريكم المعطر ده قبل كده. وهنا اوضه النوم نزلت الدولاب وحطيت الشتوي فيه، شلت الصيفي وخليت حاجات بسيطه وحطيت الشتوي. ومسحت المراوح واحط لها الكفر بتاعها وروتين جامد. وهنا كده كنت في المطبخ. النهارده هعمل سمك. انا عارفه ان الدنيا كلها لفه مع بعضيها، بس النهارده هعمل سمك. اول حاجه كده بجيب بصلايه متوسطه وخرطها اقطعها يعني مكعبات، كبير صغير زي ما تحبي، زي ما بتحبي تاكلي. هعمل رز صياديه زي رز الصياديه. هجيب بصلايه وخرطها بالشكل ده، معلقه سمنه، معلقتين زيت كبار. واول ما توصل للون الاحمر كده الغامق البني الغامق، هنبقى لونها هيبان اكنها هتتحرق. ماشي. واحط معاها معلقه كركم ومعلقه كمون وملح وسنه شطه ومعلقه سكر صغيره كده بكرمل الدنيا. وكمان هحط مكعب مرقه. وايه تاني؟ بص انا عايزاها باللون ده، باللون ده كده. يعني هجيبها بمكعب الماء وهبدا اخليها كده. عايزه اصفيها من غير البصل خالص، لما بتحبهاش صفيها. عايزه اسيب البصل اسيبها، انا بحبها فهسيبها. انا عايزاها لغايه ما توصل للون ده. هحط منها نص كيلو من الرز بتاعنا، الرز المصري العادي. عندك رز بسمتي يا ستي اعملي، بس لما نعرف نجيب المصري نبقى نجيب البسمتي. كيلو النهارده ب27 جنيه. مش عارفين هيبقى فيه ايه. انا زي ما وريتكم الفيديو اللي فات، انا جايباه ب18، ومن مكان تاني من صن مول جايباه ب19 جنيه. فيعني وحلو والله. كيلو كيلو اللي انا جايباه ب19 ده كيلو كيلو، ابو 18 كيلو الا ربع. فمش هتفرق، بس يعني انا ما كنتش اعرف المكان فعرفت ان انا اوفره بالسعر ده. واديني قلت لكم من صن مول. صن مول فين؟ صن مول الموجود في المعادي. وهنا بقى هعمل ايه؟ صينيه سمك. سمك ايه بقى؟ سمك تونه. التونه ده اللي هو التونه مكاريل. انا عملته وانا متجوزه جديد، بس كنت شويه كنت هشويه. بس بعد ما طلعت نسيت الظهر. اقف؟ لا مش هقف. هنعمله سمك صينيه. اقطع البصل والفلفل والطماطم مع بعض. ماشي. واجيب السمك واتبله بالثوم وكل حاجه زي ما احنا عارفين، ثوم وكمون وكزبره وملح وشطه. ومع الثوم ده ارمي فلفل اخضر كده بيوديه في حته تانية، وكزبره وكمون بقى، ده سمك يعني روحهم. بعدين ايه؟ شوحها كده، هديها تتبيله عشان انا هدخله الفرن. وبصراحه كنت اول مره اعمل الصينيه. انا بعمل طاجن اشويه. اول مره اعمل الصينيه، فحبيت يبقى في كده حته تركيه ان انا اتبل الخضار شويه وابهره. انا بمشيه على النار بس كده، اللي انا بشممه النار. هو هيخش الفرن وهيستوي. هعمل ايه بقى تاني؟ هجيب معايا، بص هيبقى بالشكل ده. هجيب السمك التونه. السمك التونه انا جايباه ب90 جنيه. هجيبه، هفتحه وهحشيه وهدخله الفرن. وكمان هحط معاهم ايه؟ زي ربع كيلو كده من الطماطم، يعني كام طماطمية هضربها بس. وده كده كان بشكله. جبت نص من المكرونه وكيلو من الرز. انا جايبه كيس الرز ده اسمه العطار. الكيس ده كيلو الا ربع، جايباه ب17 جنيه. والرزايه اهي. يعني بصراحة ربنا هو حلو. هو ب17، هو موجود. مش في المنافذ البيع، هو موجود في المحلات، فحلو قوي. البولت يا بنات كان ب65، اللي هو المتوسط الحجم، والمكرونه كان ب80. انا عملت ايه؟ اي اكله بقيت اجيبها، بقيت اجيب مثلا 2 كيلو بولتي، نص مكرونه، اتنين اتنين اسمه ايه، تونه. واقسم اشيل في الفريزر وهخلي في البيت. فهنا كده كنت بقليه. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت فيه فتحات كده بالسكينه زي ما انتم شايفينه. حطيت الدقيق عليه تسلم ايديك العمال كركم عشان بس يصفر. وهنا السلطه ماما تسلم ايدها العمال ربنا يخليها لي. دايما بتساعدني في اي حاجه. ربنا يطول في عمرها ويخليها لي يا رب، ويفرحها زي ما بتفرحني باقل حاجه كده. وكده انا حطيت بقى ايه؟ العشاء بتاعنا. وفي منه التاني، جزء تاني هيبقى في الفريزر ليوم تاني، بس نبقى مجهزين الحاجة على قد ما تقدري. انا عارفة الحاجة غليت، بس جهزي كده حاجات في الفريزر ليوم ربما انت تكوني تعبانة فيه او دخلك ضيف وانت مش قادرة تكملي. كميات قليلة بس ممكن حاجة جنب حاجة، ومرة تاني انزل اجيب حاجة. مش كميات قليلة اللي هي محطوطة، ده قد فردين للعشاء. بس انا بتكلم على في الفريزر. ممكن في مرة انزل اجيب كيلو بولت تاني، 2 كيلو بولت تاني.
وبعدين انا بحط السمك او بقليه على قد اللي هياكل، وهقلي التاني اللي هيعوز هقلي تاني، لكن ما ينفعش يتقلي ويقعد بارد. وده كده كان شكل الاكل بتاعنا، الرز والسلطه والسمك. واحدة واحدة بتجري ليه؟ واحدة واحدة ورانا ايه؟